هذه الوصفة مستحيل ما تجربوهاش في شهر رمضان، صدقوني أروع طبق ممكن تقدموه في مائدة رمضانية. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة وتبارطاجوها مع صحباتكم. أول حاجة اللي راح نخدموها هي لاصوص. نحتاج 2 حبات طماطم كبار نسكرفجوهم، نصف حبة بصل مرحية أو مسكرفجة، 2 حبات ثوم تاني مسكرفجين، 1 رند وفلفل أسود وملح، ومغرفة كبيرة تاع الطماطم كونسونطري. جبت هنايا مقلة درت فيها 1 ل 2 مغارف زيت، ونحط البصل يتقلى، نقليه مليح باه يعطيني البنة في لاصوص مليحة. نقلوه مليح كما راكم تشوفوا. ومن بعد ما ذبل البصل نزيد عليه الثوم اللي هما 2 فص او 3 فص مسخرفجين، خلوهم يتقلوا مع بعضهم. من بعد ما ذبل البصل والثوم نزيد عليهم الطماطم اللي كنا كرفشناها، خلوهم يذبلوا كامل مع بعضهم كما راكم تشوفوا. وهنايا كانت ذبلت الطماطم هذيك، زدنا عليها الطماطم كونسونطري، ديروا غير نص مغرفه ما تكثروش بزاف كما راكم تشوفوا. ومن بعد نزيدوا عليهم واحدة تاع الرند وفلفل اسود والملح، هذا ما كان. واللي تحب تزيد الهريسه دير الهريسه، هي ماهيش ضروريه بصح اللي تحب تزيدها. انا ما نحبش ندير الهريسه في الماكله نتاعي، درت الفلفل الاحمر راح لي المقطع برك ما صورتوش. وهنايا كي تدبالوا كامل مع بعضهم زدت لهم الماء كما راكم تشوفوا. نخلو لاصوص تطيب في غرضها ونروحوا نشوفوا المقادير تاع هذا الطبق. نحتاجو هنايا كميه تاع الباذنجان، انا درت هنايا 4 حبات قطعتهم على شكل طولي. انا حبات نتاعي تاع الباذنجان تاعي شويه صغار، نتوما خيروا حبات شويه كبار. عندي هنايا كميه تاع البولي داشي، واللي عندها فيون داشي دير، انا ما كانش عندي. وعندي هنايا 3 مغارف كبار ولا 4 تاع الروز ويكون طايب، ونص حبه بصل مكرفشه، و2 فص ثوم، كميه تاع المعدنوس وفلفل الكحل والملح. هنايا راني نغلي في الباذنجان كما راكم تشوفوا، قلوا على نار هاديه ما تحرقوهش بزاف كما راكم تشوفوا، خلوه دوغي. جبت هنايا المقله درت فيها الكميه تاع الزيت، نزيد عليها البصل، نقلي هذاك البصل ونزيد عليه 2 فص تاع الثوم ونقليهم هكا مليح. ومن بعد هنايا كي ذبال البصل والثوم نزيد عليهم البولي داشي كما راكم تشوفوا، ونخلوهم يتقلوا مع بعضهم كامل. ومن بعد هنايا كي تقلاو مليح البولي داشي والبصل زدت له الملح والفلفل الكحل ونخلوهم يتجمروا مع بعضهم. البنات واش رايكم نعود ندير معكم روتيناتي ولا نبقى معكم هكا في الطبخ برك؟ قولوا لي واش رايكم، واش حابين ندير معكم. هنايا راه طاب، نزيد عليه الكميه نتاع الرز يكون طايب. هذاك الرز نزيدوه باه الحشوه نتاعنا تجي زاكيه وما يمتصلنا هذاك الزيوت اللي يطلقوا الباذنجان. وهنايا كاضافه نزيدوا عليه الفرماج رابي باه الحشو نتاعنا يجي بنين، ونزيدوا المعدنوس ونخلطوهم هنايا كامل مع بعضهم كما راكم تشوفوا. وهنايا كما راكم تشوفوا صلصه تاعي راهي واجده والحشو ثاني، وعندي الباذنجان اللي كنت قليته. جبت هنايا المول نحط كميه من لاصوص طوماط، نسي نقسمها هذه لاصوص على 2، نحط كميه هكا من الاول. ومن بعد نبدا هنايا نحشي في الباذنجان تاعي، نحط كميه تاع الحشو فوق هذيك الشريحه نتاع الباذنجان. حاولوا هنايا حطوا كميه مليحه كما راكم تشوفوا، ونبدا نرولي فيه، راح يترولا بالخف. واذا حسيتوا الحشو بدا يخرج من الاطراف حاولوا تدخلوه هكا برك بالاصابع كما راكم تشوفوا. ونزيد معكم واحده. وهنايا كملاحظه برك تكونوا تخدموا دائما في الباذنجان حطوه فوق بابي هكا باه يمتص لكم الزيت اللي فيه. ومن بعد ما كملت الكميه نفرغ فوق لاصوص طوماط اللي بقات لي، نديرها هكا من فوق. حاولوا هنايا كيف توزعوها عليهم كامل بهذا الشكل. هنايا راني كملت كامل الكميه، نزيد عليه من فوق جبن مبشور. وفي هذه الكرانتا راح نستعملوا غير لاصوص طوماط وفرماج رابي، مي راح ندير معكم في فيديوهات اخرى نتاع انواع الكرانتا اللي تقدروا تعتمدوها في رمضان.
ومن بعد ما كملت الكميه نتاع الفرماج رابي راح ندخل هذا المول في الفرن اللي كنت شعلته مسبقا على درجه الحراره 200 درجه. نشعلوه من تحت واحد 10 دقائق ونزيد نشعلوه من فوق شويه ونجبدوه. وهذا هو الشكل النهائي لوصفتنا لنهار اليوم، بيض الجام في الفرن محشي بحشوه بزاف بنينه. شوفوا هنايا كي قسمت لكم الكميه، يعني راهو الشكل نتاعو الشهي، صدقوني البنه بزاف بنينه. شهيتكم في الجنه البنات. باي.